تبدأ قصة فيلمنا النهارده مع بنت اسمها ناتالي، وكانت بتسوق العربية بتاعتها، وفجأة وهي في طريقها حصل انشقاق في الأرض، وفي اللحظة دي فقدت ناتالي السيطرة على العربية لحد لما العربية اتقلبت ووقعت. لكن من حسن حظها إن العربية اتعلقت على صخرة في الجبل، فانهارت ناتالي من اللي حصل وطلعت التليفون بتاعها عشان تتصل بالنجدة وشرحت ليهم اللي حصل. وبعد شوية بتوصل طيارة هليكوبتر وفيها مجموعة من فرق الإنقاذ، وكان قائد الفريق بنعرف إن اسمه جيمس، وهو كان قائد محترف وأنقذ المدينة من حوادث كتير. ولما حدد مكان ناتالي لاحظ إن المساحة صغيرة ومش هيقدر يوصل بالطيارة، فاضطر واحد من فريق الإنقاذ ينزل بالحبل بتاعه. ولما وصل للعربية ربط الحبل بيها، لكن العربية اتحركت وهو كان في ظهر العربية، فطلب المساعده من الفريق بتاعه. فقرر جيمس ان هو ينزل وينقذهم، وفعلا نزل وانقذ ناتالي وصديقه التاني من الفريق، وامر بقطع الحبل من العربيه. بعد كده بنروح لمدينه كاليفورنيا وبنشوف دكتور اسمه لورانس، وكان بيشرح للطلاب عن الكوارث والزلازل اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت. وكان بيقول لهم ان زلزال حصل سنه 1964 في امريكا الشماليه، وتحديدا في مدينه الاسكا، وكان قوي جدا. وكمل كلامه وبيشرح لهم ان في المستقبل هيبقى في زلازل كتير، بس محدش يقدر يتوقع امتى هتحصل ولا حتى الموديل اللي هتحصل فيها. وبعد مرور فتره بيجي مساعد لورانس وبيشرح ليه انه من خلال المعلومات اللي وصلوا ليها ان في زلزال كبير هيضرب ولايه نيفادا. وقرر لورانس ان هو يروح هناك ويعمل دراسه قبل ما تحصل اي حاجه في الولايه. في الوقت ده جيمس بيكلم بنته بيري، وهي كانت عايشه مع والدتها لان جيمس كان منفصل عن مامتها، وهي دلوقتي متجوزه شخص اسمه دانيال. وطلبت بيري من جيمس ان هو يجي ليها ويوصلها لمكان معين لانها مش لاقيه مفتاح العربيه بتاعتها، فوافق جيمس على طلبها. وكمان عزم بنته بيري ومامتها على العشاء، لكن وضحت ليه انها مش هتقدر تتعشى معاه لان دانيال عزمهم، فزعل وقفل التليفون معاها. بعد كده بنشوف دكتور لورانس بيوصل لسد نيفادا وبيكلم المساعد بتاعه، بيبلغه المساعد ان الزلزال وصل قوته ل 2 ريختر، وفجاه وصلت قوه الزلزال ل 9 ريختر، وابتدت الارض تتهز بشكل قوي. وبدا لورانس يامر الناس اللي حوالين السد يبعدوا فورا عنه قبل ما ينهار. وبعد كده بيحصل فوضى وارتباك في الوقت اللي الناس بتبعد فيه عن المكان. في الوقت ده جيمس بيوصل لبيت طليقته ورحبوا بيه واستقبلوه، لكن هو اتضايق شويه بسبب وجود دانيال لانه كان نفسه يهتم هو ببنته بدل دانيال. وبعد فتره طلع لورانس في برنامج تلفزيوني وسالته المذيعه عن مصادر الزلازل اللي هتحصل، وقبل ما يبدا يتكلم دخل عليه فجاه واحد من مساعديه وبيقول ليه ان من خلال الدراسات والابحاث اللي عملوها في زلزال هيحصل قريب، ولو ما حاولوش السيطره عليه هيدمر معظم المدينه. وبيقلق لورانس من المعلومات دي وبيروح للخريطه وبيعمل دراسه للزلزال اللي هيحصل. في الوقت ده كانت مامة بيري قاعده مع اخت دانيال جوزها، وبيتصل جيمس بيها واعتذر ليها عن اللي حصل منه في اخر زياره ليه. وفجاه بيحصل زلزال قوي، وجيمس في الوقت ده كان في الطياره وكان بيشوف كل حاجه بتتدمر من تحت، وطلبت منه طليقته ان يجي ينقذها لانها في خطر، فطلب منها انها تطلع على سطح المبنى وتستنى وهو هيجي ليها على طول. في الوقت ده بيري كانت داخل شركه في مقابله عمل، وفي نفس الوقت كان في شاب اسمه بين موجود في نفس المكان، وكانت بيري عايزه تتعرف عليه، وهو كان متوتر لانه اول مره يتعرف على بنت. وابتدت بيري تتعرف على بول اخو بين، فطلب بول رقمها، واتفاجئ بين من تصرف اخوه وبيكلمه. فبول بيقول ليه انه عارف انه بيتكسف ومش هيقدر يطلب رقمها، عشان كده قرر ان هو يساعده. وبتوصل السكرتيره بتطلب من بين انه يستعد للمقابله بتاعته. في الوقت ده بيجي دانيال عشان يوصل بيري، وكانت بيري بتكتب الرقم بتاعها لبول عشان بين يتكلم معاها. وابتدت العربيه تتحرك اللي فيها دانيال وبيري، لكن فجاه العربيه بيختل توازنها وبتعمل حادثه، ومره واحده انشقت الارض بسبب الزلزال، وقعت العربيه جوه حفره وبتقع عليها صخره وبيموت السواق. اما بيري رجليها بتنحشر جوه كرسي العربيه، وابتدى دانيال يحاول يطلع رجل بيري من الكرسي لكن بيفشل. بعد كده بيتحرك وبيروح يدور على اي حد يقدر يساعدها، وبيقابل دانيال شخص عشان يقدر يساعد بيري، لكن للاسف بيموت في انهيار المبنى. وقرر دانيال ان هو يمشي ويسيبها. في اللحظه دي كان بين موجود وكان سامع صوت بيري، وبيرجع بين وبول اخوه عشان ينقذوا بيري، وحاولوا ان هم يرفعوا كرسي السواق، وفعلا بينجحوا ان هم ينقذوا بيري. في الوقت ده بيوصل جيمس لمكان طليقته بالهليكوبتر ولقاها موجوده فوق سطح المبنى، وكانت النار محوطاها. وابتدى جيمس ينزل حبل الانقاذ وبينجح ان هو ينقذها. بعد كده بتوصل اخبار لدكتور لورانس ان يحصل زلزال قوي جدا، وبيامر لورانس المساعدين بتوعه ان هم يطلعوا بس على التلفزيون ويحذروا الناس من الزلزال. ومن ناحيه تانية بيري بتتصل على ابوها جيمس عشان تطمن عليه، وبيطلب منها انها تطلع فوق مبنى عالي، وبنعرف ان اسم المبنى كوين. وابتدت الناس كلها تكون في الطرق والشوارع بسبب الزلزال، وبنشوف بيري بتحكي لجيمس عن ذكرياتهم مع بعض. لكن مره واحده محرك الطياره بيقف، فاضطر ان هو يعمل هبوط اضطراري في اي مكان يقابله. وبنشوف جيمس بينزل في منطقه ولاحظ ان في شخص بيسرق المكان، وبيحاول يدور على اي عربيه شغاله عشان ياخدها ويروح لبيري بنته، ولاحظ ان عربيه الشخص اللي بيسرق مفتوحه. وفعلا جيمس بيقدر ان هو يخلص على الشخص اللي كان مع الحرامي وخد العربيه وهرب. في الوقت ده لورانس كان طالع في بث مباشر وبيحذر الناس من الزلزال وبيشرح ليهم عن قوه الزلزال. وبنشوف جيمس في الطريق وبيوقفوه ناس كانوا في الطريق وبيحذروه انه ما يمشيش من الطريق ده لان كان في انشقاق كبير جدا في الارض، وبيشكروا جيمس وبيسالوا عن طريق بديل يمشي منه. ففي واحد شرح ليه طريق وطلب منه انه يرجع من نفس الطريق وياخد الطريق التاني. فبيحس جيمس ان كده هيتاخر على بيري وممكن يكون في خطر عليها، فطلب منهم ان هم يوصلوه لاقرب مطار طيارات. واول لما وصل لها طياره واحده بس، وبيركبوا الطياره وبدا جيمس وطليقته ان هم يفتكروا الذكريات القديمه مع بعض. وبنعرف ان سبب انفصالهم كان بسبب حادثه بنته الثانيه لما قرر ان هو ياخدها في رحله قارب، بس للاسف فقدت توازنها ووقعت في البحر. فجيمس يحاول انه ينقذها لكن للاسف كانت ماتت، ومامتها ما كانتش قادره تتخيل فقدانها، فطلبت الانفصال من جيمس. وبتوصل بيري لمكان البرج اللي اتفقت مع جيمس تقابله هناك، بس لاحظت ان البرج منهار، فقررت انها تشوف برج تاني عشان تطلع فيه. في الوقت ده جيمس وطليقته كانوا في الطياره وقدروا ان هم ينزلوا بامان لملعب بيسبول، وبدات بيري تتحرك ناحيه البرج التاني. لكن حصل زلزال كبير اللي كان متوقعه دكتور لورانس انه يحصل في وقت قريب، وبيكملوا طريقهم للبرج. وفي الوقت ده جيمس بيشوف قارب لانها هي دي الطريقه الوحيده عشان يروح الناحيه التانيه. وفعلا خد جيمس قارب وراح عشان ينقذ بيري بنته، ولاحظ ان الميه بتنسحب بشكل غريب، فحس
حس ان في تسونامي هيحصل، وفجاه لاحظ ان في امواج ضخمه جايه ناحيتهم وقدر ان هو يتفادى الامواج دي. ومره واحده ظهرت سفينه شحن عملاقه وكانت ماشيه بسرعه كبيره ناحيتهم وخلاص هتصطدم بيهم، لكن جيمس قدر من خلال خبرته انه يعدي منها. في الوقت ده بتقع حموله السفينه وقدر ان هو يتفاداها. وبنشوف دانيال وبيحاول ينقذ نفسه، لكن السفينه العملاقه صدمت في الجسر وماتوا معاه عدد كبير من الناس اللي كانوا فوق الجسر. وبيوصل جيمس للبرج اللي اتفق يقابل بنته هناك، لكن لاحظ انه متدمر. ومن هنا بيعرف ان بيري لاحت على برج تاني وابتدى يمشي بالقارب ويدور عليها في وسط الابراج المدمره، لحد لما بول بيشوفهم وابتدى ينده لبيري. وفرح جدا لما شافتهم مع بعض وابتدت تنادي عليه، لكن بدون فايده لان المسافه كانت بعيده. بس لاحظت ان في ليزر وابتدت تستخدمه عشان يعرفوا مكانها، وفعلا شافوا مصدر الليزر وفرحوا لما شافوا بنتهم عايشه. وفجاه منسوب الميه بدا يعلى وده خلى بيري تتحاصر جوه المبنى. فقرر جيمس ان هو يروح وينقذ بنته ويخلي طليقته جوه القارب. اول لما وصل حاول انه ينقذها لكن ما كانش لاقي اي مكان يخرجها منه. في اللحظه دي بيري ابتدت تفقد وعيها، لكن جيمس فضل يحاول ونجح اخيرا انه ينقذ بنته. وبيطلع جيمس وهو شايل بنته للدور اللي فوق عشان الميه ما توصلش ليهم، لكن للاسف الميه بتوصل ليهم وعلى وشك انها تقضي عليهم. وحاول جيمس بسرعه انه يفوق بنته لكن بدون فايده، وكانت الميه في الوقت ده بتحاصرهم. في الوقت ده مامة بيري كانت شايفه بنتها وهي فاقده الوعي، فطلبت انهم يبعدوا عن ازاز المبنى، وخدت القارب وراحت ليهم وطلعوا كلهم معاها وبيحاولوا ان هم يطلعوا من المكان ده بسرعه. وبيحاول جيمس ان هو يفوق بنته وهم في القارب لكن بدون فايده، وكلهم فقدوا الامل في انقاذها واعتقدوا ان هي ماتت وحزنوا جدا عليها. لكن جيمس ما فقدش الامل انه ينقذ بنته وفضل يحاول ونجح ان هو ينقذها. وبتفوق بيري والكل كان مصدوم من المفاجاه وكانوا فرحانين جدا انها رجعت لهم مره تاني. بعد كده بيتحركوا كلهم لمكان امان. اما جيمس وطليقته اتجوزوا من تاني وابتدت العيله تتجمع مره تاني من جديد. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.